السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أحلى متابعين، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة وعافية إن شاء الله. توحشتكم بزاف، عرفت راسي غابرة عليكم، ولكن ما جيتش بيدي خاوية. جيت لكم بهاد البسطيلة يا لاله ديال تحميرة الوجه بشكل جديد وأوفال وبطريقة سهلة ومبسطة. ما عليكم إلا تتابعوا الفيديو باش تعرفوا بعض الأسرار للنجاح الطوية هذه، خصوصا بعض الأخوات كتخلعهم الشكل، ولكن راه بسيط وسهل. ما عليكم إلا تتابعوه وإن شاء الله هتنجح معكم من أول تجربة. بالنسبة للوز فأنا عندي هنا كيلو، سلقته وقشرته وحمرته، من بعد كنضيف ليه القرفة، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الذوق. عندي هنا سكر كلاصي، كيف ما يمكن لكم تستعملوا سكر سنيدة، أنا هنا استعملت سكر كلاصي خاص أو بيو، أنا نوريه لكم. وكذلك ضفت الزبدة نوازيت، كتبقاو تضيفوا على حسب الكمية وعلى حسب الشكل اللي بغيتو ديال اللوز يكون ميدم. في الصراحة ما كاينش ما احسن انكم تخدموا بيديداتكم باش كتعرفوا القوام المطلوب. كنضيف هنا واحد الساشي ديال الزهر، او الا كان عندكم متوفر الزهر كتضيفوه، وكتخلطوا جميع المكونات بهذا الشكل هذا، كتحصلوا على عقده شويه رطبه وشادة في نفس الوقت راسها. بالنسبة للسكر كلاصي اللي استعملت هذا ديال القصب فهو بيو، والناس اللي كيتبعوا الحمية فيمكن لكم تستعملوا هذا السكر هذا. وبالنسبة للورقة عندي هنا تقريبا كيلو. بصراحة هاد الورقة هذه محنتني بزاف، فمن الأحسن أنكم تاخدوا ورقة نوعية تكون مزيانة أو واحد يكون موثوق به. فأنا ما كنتش صراحة في البيت ديالي باش ناخد الورقة، وخدينا هاد الورقة هذه كناخدها وكنطويها على زوج، ودائما الجهة الحرشة هي اللي كتكون بالداخل أو بالوسط، والرطبة هي اللي كتكون من الفوق، وكنبقى نحطهم بهاد الترتيب هذا، راه هو باين وواضح لكم في الصورة أحسن. كنبقى هكا مستمرة حتى كنكمل الدورة ديال التبصيل. بالنسبة إلا كانت عندكم الورقة شوية كبيرة فهي ما تاخدش لكم هاد الكمية هادي، ومن الأحسن أنكم تستعملوا الورقة ديال البخار، صراحة كتجي أحسن وأحسن. كنبقى مستمرة بهاد الطريقة هادي باش تجينا شوية مخطة من الفوق وفي شكل أوفال. كنوضع هنا الزبدة نوازيت، كيف ما يمكن لكم ديروا الزبدة والزيت كيبقى على حسب الاختيار. وكنوضع واحد الورقة هنايا، وكنوضع السكر مع القرفة مخلطاهم باش كتجيني الورقة مقرمشة من التحت. وكنوضع كمية قليلة فقط ديال اللوز. علاش كنوضع اللوز؟ باش كيشرب ليا الدجاج، ما كتجينيش الورقة من التحت فازقة، بالعكس كتجي ناشفة. هنا عندي الدجاج مفرتت ودايره ليه التغميره والبيض وكلشي. هنا الصراحه باش ما كيبان لكمش طريفات مزيان، فانا كنت طيبته في الليل ليله مسبقه، ووضعته في الثلاجه حتى لغد ليه وجبدته، وطويت البسطيله ودخلتها للفران. كانوا بغاوها في الغدا، فلهذا درت هاد الطريقه هذه باش يبرد ليا الدجاج. كيف ما كتعرفوا الدجاج ضروري خصو يبرد لكم. عاد كتوضعوه في البسيطلات، من بعد كنبدا نحط هكا الدجاج وكنقادو مزيان، وكنوضع القليل من القرفه والسكر من الفوق باش كيجيني منسم. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال الدجاج فانا حاطاها لكم في وصفه اخرى، ولا بغيتو مرحبا على الراس والعين. وكنبدا نوضع اللوز من الفوق وكنبسطو مزيان، ومن بعد كناخد الزبده نوازيت وكنوضع الكميه المناسبه على حسب الاختيار ديالكم. من بعد كناخد هاد الورقه هادي وكنبدا نحاول نجبدها شويه لعندي، وكنلصقها بالبيض، وكذلك كندهنها بالزبده، وكنبدا نحط هكا الوريقات ونحاول نقادهم. كيف ما كتشاهدوا الورقه راها كتقطع، صراحه محنتني بزاف. فمن الاحسن انكم تاخذوا ورقه تكون مزيانه باش كتجيكم العمليه سهله وما كتاخذش معكم لا وقت ولا مجهود. باش كتكون الورقه شويه عيانه صراحه بحال كتخدموا 3 البسطيلات وانتم كتخدموا غير بسطيله وحده. كيف ما كتشاهدوا فهي كتقطع غير بوحدها، وكنبقى مستمره كنلصق بالبيض وكذلك بالزبده. بالنسبه للبيض فانا وضعت فيه القليل من الزهر باش كتحيد لي ديك الزفوره، وواحد الريدقه ديال الملحه
كنخلطهم وكنوضعهم هكا في الورقة، وكنبقى نلصق بهاد الطريقة هادي. راه الصراحة طريقة ساهلة ما تخلعكمش، فكتاخدو نتوما غير الطبسيل اللي غتقدمو فيه، وهو اللي كتقادو فيه البسطيله ديالكم باش كتاخد الشكل المناسب. ويمكن لكم من بعد تقلبوها الا كان عندكم مثلا عراضه ولا هذا، يمكن لكم تقلبوها في طاوات اخرين وتدخلوها للفران، ومن بعد عند التقديم كتحطوها في الطبيصلات اللي تقدموهم بهم. بهاد الطريقه هذه كتجيكم ساهله وكتجي هكا مشنفه من الفوق. وكنحاول نقاد دوك الرويصات من الفوق ونلصق لي بان ليا شي حاجه وندخل هذاك الوسط باش ما يجينيش طالع. نتمنى هاد الطريقه تنال اعجابكم، صراحه كتجي رائعه. وهالبسطيله ديالنا واجده، ما علينا دابا نقلبوها في الطاوه وندخلوها للفران طيب على خاطرها في عافيه مهيله. بالنسبه لهاد البريوات هادو فانا غنطيبهم في الاير فراير. بغيت نشارك معكم اول تجربه انهم كينجحوا او لا. هنا بعد ما وجدتهم ليله قبل وخليتهم حتى شدوا في راسهم، هادو غير باللوز باش نزينوا بهم البسطيله. كنوضعهم في هاد الاير فراير وكندخلهم. انا هنا عندي فيها تقريبا 20 دقيقه، فمن الاحسن انكم ما تستعملوهاش الوقت كامل ديال 20 دقيقه. مره من 10 دقائق تقريبا تردوا ليها البال باش ما تحمرش لكم كما تحمرات لي انا. صراحه هذه كانت اول تجربه، وخصوصا هاد الاير فراير اللي كدور هكا صراحه كتبقى عمليه، خصوصا هكا في النوغات ولا في البريوات ولا في الفريت ولا هذا. صراحه عمليه، نتمنى انها تنال اعجابكم. هذا من باب التجربه فقط بغيت نشاركها معكم. من ناحيه ديال انها كتحيد لدام وكتحيد لكم الدهون كاع، فهي كتبان لكم هنا كاع الدهون كتبدا تنزل لكم في هذيك الطاوه الصغيره كيف ما كتشاهدوا. وهنا بعد ما طابوا ليا صراحه كيف ما سبق ليا ذكرت لكم ما تخليوهمش 20 دقيقه، غير دير لكم 10 دقائق وقلبوا البريوات ديالكم، خرجوهم وشوفوهم. الا خليتوهم فانا خليتهم الصراحه حتى كملات 20 دقيقه، لقيتهم شويه تحمروا وفاتوا شويه تحمر، ولكن راه جاو زوينين ومقرمشين. فهذه كانت اول تجربه. ان شاء الله مع التجارب الجايه علاش لا كتوليو تعرفوا الحاجه وكتعرفوا احسن واحسن. كيف ما كتسمعوا هنا التقرميشه الصراحه كانت رائعه ولذاذين تماما بحال اللي راهم طايبين في الزيت. كنديرهم هنا في العسل وكنخليهم حتى كيتعسلوا. وهنا البسطيله ديالي طابت على حقه وطريقه. من الاحسن انكم تخليوها طيب على عافيه مهيله. في الاول كيكون الفران سخون ومن بعد كتنقصوا الفران ديالكم وتخليوه على عافيه مهيله، ومن بعد كتشعلوا الفوق باش كتحمر لكم وكتاخذ هذا اللون الذهبي والمعسل من الفوق. كناخذوا القليل من العسل وكندهنوا الوجه ديالها باش كناخذوا اللوز ايفيلي وكنحاولوا نثبتوه في الجوانب. بالنسبه للتزيين كيبقى على حساب الاختيار ديالكم وعلى حساب المتوفر. فانا صراحه حاولت انها تكون بسيطه، ما تكونش فيها شي حوايج اللي هما معقدين او هاد خصنا نشريوهم. حاولت هذاك الشيء اللي عندنا في الدار هو اللي خدمت به. من بعد كناخذ هذوك البريوات كيف ما شاهدتوا اللون جا شويه غامق على المعتاد، وحتى الورقه الصراحه ما ساعدتنيش. هنا درت واحد العشيش من الورقه اللي بقات عندي، قطعتها بالمقص رقيقه او يمكن لكم ديروها في ديك ديال السباكيتي وتخرجوها كاشرطه رقيقين. ومن بعد كتجمعوها بالبيض والزبده وتشكلوها بعشيش وتدخلوها الفران حتى كتحمر وكطيب مزيان. وكتزينوها بهذه الطريقه هذه. كناخذ البريوات وكنديرهم صاير داير على ديك العشيش. صراحه كتجي هماويه ديال الناس العزاز، حطوها بوجهكم احمر. وكنبقى مستمره حتى كنكمل البريوات اللي عندي. ولا عجبكم لا فيديو حاولوا تشاركوه مع الاهل والاصدقاء في جميع المواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده، وهذا فضلا وليس امرا. شكرا لدعمكم وشكرا لتشجيعاتكم.
وبفضلكم القناة كتزيد تكبر والعائلة ديالنا كتزيد كذلك تكبر. ومرحبا بجميع المشتركات الجدد. اما مالين دار فهذه داركم، والحمد لله حنا خوت، واي حاجه بغيتوها مرحبا على الراس والعين. كناخذ هذاك العشيش وكنحاول انني نزيد فيه هكا العسل، وكناخذ القليل من اللوز ايفيلي وكنوضعوه من الفوق. يمكن لكم تستغناو فقط على هذه الطريقه هذه، او توضعوا هاد البيضات ديال الشكلاط كيبقاو على حسب التزيين ديالكم. كيف ما يمكن لكم تستعملوا البيض ديال السمان، كيبقى لو شوا على حسابكم وكيفاش بغيتو تزينوا هاد العشيشات هادو. وها البسطيله ديالنا واجده، ما بقى ليا الا نزينها بالسكر كلاصي ونقدمها بالصحه والعافيه. ومرحبا بكم. وما بقى ليا الا نوضع عليها السكر. وها البسطيله ديالنا يا سيادي واجده ولله الحمد. صراحه كتجي رائعه شكلا ومذاقا وهمويه. حطوها بوجهكم احمر، كتجي شي حاجه معتبره الصراحه. وديال تحميرة الوجه ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه وتنال اعجابكم. وصلت الختام ديال الفيديو، ما سخيتش بكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفي حلقه جديده. استودعكم واترككم في حفظ الله ورعايته.